السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة لذائذ من مطبخي. نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونرحبوا بالمشتركين الجدد اللي انضموا لقناتنا، نقولهم كاع ربي يحفظكم إن شاء الله. اليوم جيتكم بوصفة مسمن تاع الطاجين، كمية قليلة إن شاء الله يعجبكم وتعجبكم طريقة التحضير. نروحوا للمقادير على بركة الله. هنا المسمن تاعنا غادي نديروه بالسميد والفرينه. هنا غادي نسحقوا 2 كيلات تاع سميد، انا درت 2 كيسان، عبرت بالكيس بالكاس كما شفتوا. 2 كيسان تاع السميد الرطب، وغادي نديرو 4 كيسان تاع الفرينه. سبق ودرت معاكم مسمن بصح كيله وقت اخرى ماشي كيما هذا. غادي نديرو مغرف تاع السكر، نص مغرف صغيره تاع خميره الحلوى اللي هي فرفاره، وعلى راس المغرف غادي نديرو الخميره خميره الخبز، ونديرو الملح، وغادي نبداو نلمو فيها بالماء. الماء ماشي بارد وماشي حامي بزاف، شويه. دوك نقول لكم شحال دات معايا ماء. شفتوا درت الكاس الاول، وهذا الكاس الزاوج بصح ما غاديش نديره كاع. شوفوا يعني غير نص، تما كاس ونص تاع الماء دافي. ونلمو العجينه تاعنا، ما نجروهاش بزاف وما نقصحوهاش بزاف. وهذيك الخميره غادي تعاوننا باش نحلو العجينه. هذيك الخميره حنا ما درناهاش باش يخمر ولا ما نخافوش منها، غادي نديرو غير رشه خميره تاع الخبز، غير رشه ماشي بزاف. هي اللي غادي تعاوننا باش العجينه تنحلنا بالخف. هذا مسمن ما فيه لا دلك لا والو، ساهل ماهل. هنا جبت الساشي تاعي، شو دلكته غير شويه، غير لميته ماشي دلكته. جبت الساشي درت فيه شويه تاع الزيت، ودخلت العجينه تاعي وخليتها تريح واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه. ولا كان عندك ما كانش عندك الوقت خليها معليش حتى نص ساعه ومعليش. هنا كي فاتت ديك النص ساعه ولا 20 دقيقه، شوفوني جبت العجينه، شوفوا كي خرجت ما شاء الله. غادي نديرها هكا بوليطات كيما نديرو المسمن عادي. انا درتها على 5 على 10 عفوا 10 كرات، ودهنتهم بالزيت هما ثاني، وغادي نغطيهم بالبورصه كما هكا ونخليهم يرتاحوا. نروحو نجيبو هذا الزيت تاعها اللي غادي نحلو به، والخلطه اللي غادي نديروها باش نورقو. غادي نديرو نص كاس تاع الزيت ولا كاس تاع الزيت على حساب الكميه. درت وحده فرفاره اللي هي خميره الحلويات، وزوج مغارف تاع السميد الرطب، ومغرف تاع المايزينا. المايزينا غادي تورق لنا المسمن تاعنا على هي والفرفاره. هاد الخلطه شابه بزاف، ديروها هكا في المدلوك تاعكم ولا. شوفوا هنا انا ضبط الحبه الاولى، بعد ما يرتاح العجين شويه غادي نحلها غير شويه، نحلها دائريه نورمال كما راكم تشوفوا. ونجيب حبه واحده اخرى كيف نحلها بنفس الشكل. شوفوا كراي دايره نبابل، عجينه ناجحه. مبتدئات يديروها مغمضين عينيهم. جبت هذيك الخلطه تاعي كما راكم تشوفوا، درت شويه فوق العجين وغادي نبلعها بالعجينه الزاوجه. ثم غادي ندير حبه فوق حبه، نكمل بنفس الطريقه كاع الحبات تاعي. ثم انا من قطعت 10 تاع كرات غادي يخرجوا لي 5 حبات تاع مسمن كبار. انا مسمن نبغيه كبير ما نبغيش صغير، واللي بغاته صغير غير هاد الحبه هكا وتحليها وديري غير هذيك الخلطه وهو يجيك مسمن شباب، بلا ما تضلي ديري حبه فوق حبه. نديرو ديك الخلطه ونبلعو، نوجدو كاع الحبات تاعنا
هما لا واجدين 5 حبات، ومن بعد نروحو نحلو. كانوا ارتاحوا دروك غادي نحلهم. نحلو عادي، كنحلو ماذا بينا نحلو هكا من الحواشي ماشي في الوسط. في الوسط نحلوها شويه بصح الحواشي باش ما يجوناش غلاط نحلوهم نرقوهم ونبداو نجبدو في العجين تاعنا كيما راكم تشوفوا. تما هكا راهي ورقه فوق ورقه، باينه بلي غادي يجي مورق. هذيك الخلطه دائما هكا نديروها ونبلعو ونعاودو نزيدو ديك الخلطه هكا من الفوقه وين ما درناش، ونبلعو الحبه تاع المسمن تاعنا. نوجدوهم كاع 5 حبات، ومن بعد عاد نبداو نطيبو فيهم. هاني عاودت معكم الحبه الزوجه كيما هكا. شوفوا كي راهي تتجبد. قلت لكم هذيك الرشه تاع خميره الخبز غادي تعاوننا غايه، تعطيه الطعم للعجين باش يتكسل. كيما هكا نكملوا كاع حباتنا. طريقه سهله وبالخف يوجد هذا المسمن. على بالي الحمان وكاع بصح بالخف توجديه. هذا هو طريقه سهله. هاهما الحبات تاعنا كاع وجدوا. جبت هنايا ورق الطهي قطعتها هكا مربع، وغادي نبدا نحل فيه الحبه تاعي. وحاجه باينه كنت درت الطاجين تاعي يحمى، انا ما طيبتش في الطاجين، طيبت في البلاكه. المهم كنا دايرين الطاجين تاعنا يحمى، واني حليتها. ما نحلوهاش رقيقه بزاف، خلوها شويه باش تجينا ملحمه، ما نرقوها ما نغلطوها. البلاكه تاعي هنا كانت حاميه، رشيتها بشويه تاع الزيت ودرت الحبه تاع المسمن تاعي كيما راكم تشوفوا على نار متوسطه، ما نقولهاش النار باش طيب لنا من الداخل وتنتفخ. نحمروها من الجوايه ونقلعو حاجه باينه. شوفوا كي يجي حمر، هذيك المغرف تاع السكر اللي درناها هي اللي تعطيه الاحمرار. هاي الحبه الزوجه ثاني نطيبو فيها. ونقعدو نقلبو، ما نخلوهاش تتحمر كاع، ونقلبو خطره خطره، نقلبو الحبه تاعنا حتى تتحمر من كاع الجوايه. شوفوا كراهي تنتفخ. هذا هو المسمن تاعنا، يجي شباب ومفشفش. شوفوا كي يجي ملحم طايب غايه، طاب حمر، جا خفيف ماشي معجن مورق. شهيتكم في الجنه. ديروا الوصفه سهله، عبرنا غير بالكاس، حاجه قليله، ما نديروش كونتيتي كبيره حتى نحصلوا فيها. هو كاع الا درتي كونتيتي كبيره قادره ديريها في المجمد، بصح ينتكل هكا جديد خير. شوفوا كي جا ما شاء الله. شهيتكم في الجنه. ما تنسونيش بالدعاء والابوني، حاجه باينه. ربي يحفظكم.